برشلونة يواجه اسبانيول لحسم اللقب الدوري الاسباني الليلة. يحل فريق برشلونة ضيفا على اسبانيول في 10 مساء اليوم الاحد باستاد كورنيلا البارتا ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الاسباني الممتاز 2022-2023. ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم برصيد 82 نقطة وبفارق اكثر من 10 نقاط عن اتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحب المركزين الثاني والثالث، وهو ما يجعل البارسا على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الليجا مبكرا. ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم من أجل انتزاع ال3 نقاط لحسم لقب الدوري الأسباني رسميا دون النظر لنتائج اتلتيكو مدريد وريال مدريد. وسيحسم فريق برشلونة لقب الليجا الليلة حال الفوز على اسبانيول في ديربي كاتالونيا، حيث أصبح الفارق 13 نقطة مع اتلتيكو و14 نقطة مع الريال حال الفوز كلهم بنفس الجولة، لكن مع تبقي 4 جولات ب 12 نقطة يتوج البلوجرانا بلقب الدوري الأسباني. ويستعد برشلونة لحسم لقب الدوري الأسباني للمرة 27 في تاريخه بعد أن توج بالبطولة 26 مرة في تاريخه، وآخرها كانت موسم 2018-2019، لكن لم ينجح في الحصول على اللقب آخر 3 مواسم. ومع تتويج برشلونة ببطولة الدوري الأسباني سيكون ثاني ألقاب تشافي هرنانديز مع الفريق الكتالوني بعد الفوز بلقب السوبر الأسباني في يناير الماضي. وعقب تتويج برشلونة باللقب الدوري الاسباني سيكون تشافي هرنانديز قد ضمن النجاح في موسمه الاول نسبيا مع البارسا، حيث حصد لقب كاس السوبر الاسباني والليجا، وضمن التأهيل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد الحصول على الموافقة من يويفا. ومن المقرر ان يرفع سيرجيو بوسكيتش لقبه ال 33 مع برشلونة بكافة المسابقات قبل رحيله نهاية الموسم الجاري. وكان برشلونة قد اعلن رحيل قائده سيرجيو بوسكيتش نهاية الموسم الجاري لعدم تجديد عقده بعد رحلة استمرت 15 عاما. وبكده متابعي الكرام نكون نهاية حلقتنا، يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنتات تحت وانتظروني في الحلقة القادمة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة